اعملوا بقى سيف للفيديو ده، لان ده فيه خلاصة كل الطرق بتاعة الكشري اللي هتخليكم تعملوه في اقل من ساعة وطعمه كأنكم جايبينه من الشارع وانضف كمان. قطعت بصل جوليان وحطيت عليه معلقتين نشا ومعلقة ملح وقلبته كويس قوي علشان اجهزه للتحمير. وفي الحلة اللي هعمل فيها الكشري حطيت كوباية زيت كبيرة وابتديت احمر البصل، وما تحسوش ان كمية الزيت كبيرة لان هنستخدمها لسه في الصلصة وفي الكشري. قلبته كويس قوي لغايه ما خد لون ذهبي وطلعته على جنب، وخدت شويه من الزيت ده وحطيتهم في حله صغيره اللي هنعمل فيها الطماطم. حطيت معلقه توم كبيره، واول ما اخدت لون نزلت بلتر طماطم. بعد كده حطيت مكعب مرقه، وحطيت صلصه جاهزه علشان تدي لون غني شويه، وحطيت معلقتين ملح، معلقه سكر، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، رشه كده شطه. في بقيه الزيت بقى حطيت كوبايه شعريه، وما تحسوش ان الزيت كتير، هرجع اقول لكم تاني ده اللي هنستخدمه في تحمير الكشري كله. اول ما اخدت الشعريه لون كده ابتديت اجهز ان انا انزل الرز بتاعي، برضو كوبايه رز، وهخليه يتحمر في الشعريه كويس علشان خاطر يفلفل كده لما يتحط عليه الميه وما يعجنش. كنت سلقه على جنب عدس بجبه نص سلقه كده، برضو كوبايه كبيره، وحطيتهم برضو عليهم وابتديت اقلبهم في الزيت علشان ياخدوا بقيه التحميره. بعد كده نزلت بنص كيس مكرونه صغيره قوي ونص كيس مكرونه اكبر منها شويه، وقلبتهم كويس علشان في المرحله دي بقى هبدا احط الميه اللي هتغطي الكشري. حطيت ميه مغليه غطت الكميه دي كلها ب2 سنتي بس، ركزوا في الحته دي. وبعد ما غطيته حطيت عليه المكرونه الاسباجيتي اسمها نصين، وغطيت عليه وغطيته عشان يستوي. في طاسه على النار حطيت كوبايه ميه، وحطيت معلقه توم، وحطيت رشه شطه قليله قوي، وكزبره ناشفه، وكمون، ورشه ملح، وقد مقدار الميه حطوا خل. وكده يبقى جاهز معاكي احلى دقه ممكن تدوقيها في حياتك. طلعتها في طبق التقديم بتاعها، بس ما حطيتهاش كلها، خدت حبه عشان اجهز منها الشطه. في الحبه اللي احنا اخدناهم دول هنحط مغرفه صلصه من بتاعتنا اللي احنا سبكناها على جنب دي، وحطي اي نوع شطه انت عايزاه. انا حطيت الفلفل الاسواني عشان تبقى مشطشطه كده وحلوه. وهنا كان خلاص الكشري بتاعي استوى، طلعته في طبق وحطيت عليه الصلصه بتاعتي المتسبكه، والشطه عندي جاهزه والدقه عندي جاهزه. عايزه اقول لكم ان لو بايدي كده ان انتوا تدوقوا الطبق ده كنت دوقته لكم، عشان اكد لكم انه بجد الطريقه دي سهله قوي، عمليه قوي، ما بتاخدش ساعه، وطعمه بيبقى تحفه.